عندك افكار جامده بس محدش بيشوفها، يبقى الفيديو ده ليك. ده بريف لكتاب شو يور ورك او انشر فنك، واللي بيعرفك ازاي بتنشر شغلك. اول حاجه الكاتب بيقول خلينا في الاول نكسر خرافه ان المبدعين دول ناس عباقره زي اينشتاين وبيتهوفن اللي بيشتغلوا الاول في سريه تامه بعد كده بيطلعوا في شغلهم. مفيش الكلام ده. الناس بتنجح لما تكون في مجتمع بيتعلم وبيشارك، مش لما تقعد لوحدك مستني الالهام. ممكن تكون عبقري فعلا بس محدش شايف شغلك. ليه؟ عشان مخبي كل حاجه. ما تستناش تبقى كامل عشان تبدا تنزل شغلك. انت مش محتاج تبقى عبقري، انت محتاج تبدا. في حاجه كمان، انك بتفكر ان انت تنزل شغلك بعد ما تخلصه غلط. المنتج النهائي بيهم الناس، بس الرحله اللي بتربطهم بيك. يعني لو انت بتكتب وريهم النوتس بتاعتك، لو انت بتصمم وريهم السكتشات الاوليه، لان الناس مش مجرد بتتفرج عليك، هم بيعيشوا الرحله معاك، وده بيخلق ثقه وتعاطف وارتباط، والناس بترتبط بالقصه اكتر من المنتج. بدل ما تقول لهم اتفرجوا عليا لما اخلص، قول لهم شوفوني وانا شغال. خليهم يعيشوا معاك التجربه، وركز على الحاجات المهمه لشغلك حتى لو تفاصيل بسيطه، وانشرها باستمرار. المهم تفضل موجود، وانشر وروج شغلك، مش قهوتك، مش خروجه خرجتها، مش اكله حلوه في مطعم فصورتها. شغلك. والكاتب بيقول من ضمن الحاجات اللي تنشرها هي مصادرك. ايه اللي كون شخصيتك ووصلك لهنا؟ الناس مش بس عايزه تعرفك، الناس كمان عايزه تعرف انت بتتغذى فكريا على ايه. احكي قصه كويسه. الكاتب اوستن كلين بياكد ان شغلك لوحده مش كفايه. زي ما قلت لك من شويه ان الناس مش بتتعلق بالمنتج، الناس بتتعلق ورا الرحله ورا المنتج. يعني لو انت بتعمل مشروع، احكي ليه بدات، ايه اللي واجهته، مين ساعدك، وقعت قمت ازاي. القصص هي اللي بتدي معنى للشغل، وهي اللي بتحسس الجمهور انه جزء من الموضوع. الخلاصه، لو عايز تبني جمهور ما تشاركش بس عملت ايه، لا شارك كمان ليه عملته. علم الناس اللي تعرفه. المعرفة مش حاجة بتتحوش، اللي بيتعلم ومش بيشارك بيضيع قيمة اللي اتعلمه. اوستن بيقول لو عايز الناس تشوفك كقيمة، علمهم ازاي بتحضر افضل كتاب قريته. لما بتشارك اللي اتعلمته بتكسب حاجتين: الناس بتثق فيك وبتشوفك مصدر مهم، تاني حاجة انك بتثبت المعلومات لنفسك اكتر. احكي لكم موقف حصل معايا من 4 سنين تقريبا. كنت راكب قطر، ففي راجل وقف في النص فجأة كده وقعد يتكلم، بس في جملة قالها علقت معايا قوي: ان الجاهل ليس من لا يعلم، ولكن الجاهل من يعلم ولا يعلم. باختصار ان المعرفه اللي ما بتتشاركش ملهاش قيمه. بعد كده اوستن بيقول لك اتعلم تتضرب. اتضرب. اول ما تبدا تظهر شغلك طبيعي الناس هتنتقدك، في ناس هتحبك وفي ناس هتقول لك ده كلام فاضي. السؤال مش ازاي اخلي الكل يعجب بشغلي، السؤال هو ازاي تتعامل مع النقد من غير ما يحبطك. خد النقد البناء واشتغل عليه، والنقد المؤذي فكك منه. حاجه كمان، بيع شغلك. اوستن بيقول لك ناس كتير بتخاف تبيع شغلها، وكأن ده بيحسسها ان هو بيفقد جوهره، بس في الحقيقه لو انت عندك شغل محترم وبتقدم قيمه، يبقى من حقك تكسب منه. بس المشكله بتبدا لما تتحول من صانع قيمه لتاجر بيقول اي كلام لمجرد الشهره او الفلوس. والكاتب بيقول لو بعت شغلك بس حافظت على شغفك واصلك، فانت كده بتبيع مش بتتباع. اخر حاجه، واصل صمودك. في زمن السرعه كلنا عايزين كل حاجه دلوقتي، بس في الحقيقه الشغل الحقيقي بياخد وقت كتير كمان. كل يوم بتنشر فيه حتى لو حاجه بسيطه، هي طوبه بتتحط في المبنى بتاعك. والناس ممكن ما تشوفش مجهودك دلوقتي، بس لما تبني كفايه الكل هيلاحظ. في مقوله اوستن اقتبسها من جوان ريفرز بتقول: عليك الا تنسحب كما لو كنت ممسكا بسلم، انقطعوا يديك فتمسك بكوعك، وانقطعوا وكوعك فتشبث باسنانك، لكن لا تنسحب فانت لا تدري من اين قد ياتيك العمل التالي. بس كده، ده كان بريف في رغيف لكتاب انشر فنك لاوستن كلين.